ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ النهاردة هيبقى فيديو مختلف اللي هو الروتين ليا في الجامعة من أول ما طلعت من البيت لحد ما جيت البيت تاني. تعالوا بينا نبدأ الفيديو. هنا قمت غسلت اسناني بمعجون سيجنال ودي فرشتي عادي، وبعد كده اتوضيت وهبدأ ان انا اصلي. خلصت صلاة وهقوم اجهز لبسي. انا بجهز لبسي من الليل عشان البس على طول وامشي. بعد ما لبست خلاص عملت لانش بوكس اللي كان فيه بلح وجوافة ايام ما كان فيه بلح وجوافة، ودي ازازة المية وهعمل السندوتشات. ده يومي عادي. دخلت بقى الجامعة وخلاص كنت في اتجاهي للجامعة. يا جماعة انا في جامعة كفر الشيخ عشان اللي بيسأل، هي اصلا معروفة جامعة كفر الشيخ، اغلبها معروفة جدا يعني. انا ببقى زهقانة وانا رايحة الكلية بسبب السلم ده بجد، غير ان انا اصلا بطلع السادس من غير اسانسير وحرام، بشتكي يا جماعة بشتكي. طلعت بقى كنا مستنيين الدكتور في الطرقة. كانت محاضرة الساعة 8 أو 8:30. دخلنا المحاضرة عادي وكنا مستنيين نسلم الأبحاث دي للدكتور. الدكتور أحمد أبو زيد غني عن التعريف، في جامعة كفر الشيخ يعني. دكتور طيب جدا يا جماعة بجد. المهم خلصنا وطلعنا بقى قعدنا ناخد جولة كده في الكلية، وده كان الدور الخامس، كنت واقفة في الدور الخامس بدوخ. هنا بقى كنا رحنا محاضرة حقوق الإنسان والدرجات المركزية عندنا في جامعة كفر الشيخ، ودي كان حجم المحاضرة بتاعت سنة أولى كلها في الجامعة بتاعتي، الكلية بتاعتي عفوا. ده بقى الدكتور أصلا ما حضرها ما كملهاش معانا، وقال هنقسم بعض على كام مجموعة، وللأسف ما عادش حد بنروح أيام أيام كده. هنا بقى معرفش كنت قاعدة بعمل ايه، كنت مستنية تقريبا صاحبتي ومش عارفة كانت فين. وهنا كنا الفيو جامد، بس يا جماعة ده فلتر بجد. عشان الخضرة عمرها ما تكون حلوة كده. اصلا كان في هنا خناقة وكانت بنات اللي بتتخانق، معرفش انا كنت بصور ازاي بس هما مش باينين. وانا وسارة معرفش كنا بنعمل ايه اصلا، كنا عاملين كده نجرب ونتصور وحاجات يعني كده. ده طبيعتي انا وسارة، بنقعد نتصور نقعد نتساهر كده. ومعرفش احنا عملناه ايه، دي معناها لافلي بالكوري. ده انا لسه عارفاها قريب. وبعد كده بقى خلصنا اليوم وروحت، كنا راكبين قدام في الميكروباص انا وسارة. وده كده خلاص روحت بعد ما اتغديت وصليت وظبطت يومي خالص. قمت بقى عملت تلاتة قهوة ليا انا وماما واخويا. عملت القهوة يا جماعة، باعمل لبن، باجيبها بلبن واحط معلقتين قهوة، دي كانت كوباية لأحمد اخويا. معلقتين قهوة ومش عارفة 3 معالق سكر. أحمد بيحب السكر الزيادة في أي حاجة، شاي قهوة نسكافيه أي حاجة. أنا بحب السكر مظبوط، وماما عادي يعني ما بتحبوش إلا هو معلقة أو نص معلقة، وأحيانا معدوم السكر. بعد كده بقى قعدت أقلب فيها، وبعد كده بعد ما أقلب فيها هزودها لبن. بعد ما ازود طبعا هحط سكر، وبعد ما ازودها سكر ولبن اقلبها كويس، وبعديها احطها على النار. ابدا بقى اقلب فيها كده وهي على النار، بس على النار هاديه جدا. لو قدرتوا تحطوا شياطه او اي حاجه كده حاجز بينها وبين النار فبيبقى تمام. هنا بقى زود لها اللبن وهنكمل تقليب فين على النار. انا كنت عملت اول كوبايتين قهوه، وبعد كده بقى اروح اعمل كوبايه كده بمزاجي على ليا انا بقى ولعت النار ومش عارفه ايه كنت عامله، مش عارفه كنت بعمل ايه صراحه. هنا بقى هحطهم على النار واقلب فيهم كده لحد ما يسخنوا، وبعد ما يسخنوا ه... هيبدأوا بقى يغلوا اكيد يعني. المهم ان انا بوطي على قد ما بقدر. بس يا جماعه دي القهوه تمام، هبدأ بقى ان انا اعمل كوبايتي معاكم كمان شويه. بس عايزه اقول لكم ان اليوم اللي اي حد فيه بيروح الكليه حرفيا بيبقى جاي عامل زي القتيل. الكليه حاجه مش حاجه سهله، خصوصا ان اغلب الكليات ما بيعملوش توفير اسانسير للطلبه. احنا بنعاني بجد. انا بطلع السادس، ومجرد ان انا بطلع دور واحد ركبتي الوحيدة توجعني. يعني السلم اللي انت شفتوه في الاول ده بجد مؤذي مؤذي بجد، لحد بقى ما اوصل القسم بتاعي في السادس. انا مش عارفة هم حاتفيننا ليه، ولا احنا عشان نبقى مهندسين بارعين لازم نتجاوز الصعوبات ونطلع فوق في السادس. مش عارفة بجد. بس اتمنى ان هم يوفروا لنا السلم في الترم التاني. الفكرة ان هم مشغلين اسانسير الدكاترة وسايبين الاسانسير بتاع الطلبة عطلان. هو مش عطلان ولكن هما قافلينه. المهم ما علينا، ربنا يهدي الجميع ويشغلونا الاسانسير عشان بجد حاجة معاناة. هنا بقى عملت القهوة بتاعتي، وهنا اول ما تبدأ تغلي بصبها، يعني كل ما تغلي شوية اقوم صباها. زي ما انا عملت كده صبتها على 3 مرات، دول كان اخر شوية عادي. بعد بقى ما بعمل القهوة، يعني انا بحب اشرب القهوة كده لوحدها عشان تظبط الدماغ، لازم اعمل المج ده كله او الكوباية دي كلها.
هنا بقى كنت برسم خريطة بجد حاجة معاناة. يعني لما ببقى ارسم خريطة ببقى بصوا عمالة كده بقى اصور بقى ومبسوطة وفخورة بنفسي وفرحانة بيا وفخورة بيا. انا برسم حاجة وبتظبط رغم اني مش نفس التعرجات ونفس الرسومات ونفس كل حاجة يعني، ولكن ببقى مبسوطة ان انا عملت انجاز نوعا ما. دي كانت الخريطة قبل ما اكمل فيها حاجات بسيطة، انا كان بقالي حاجات فيها بسيطة واخلص. هنا بقى كنت بلون خريطة افريقيا برضو، والتانية كانت افريقيا كانت توزيع الأقاليم ودي توزيع السكان. هنا كنت بلون البحر المحيطات والبحار والحاجات دي. وفجأة لقيت سارة بتقول لي التلوين بيبقى في نفس اتجاه، أنا فاكرة إن هو في نفس اتجاه، بس سارة فكرتني. بدأت بقى إن أنا ألون في نفس اتجاه. على فكرة دي أقل الخرايط اللي احنا رسمناها غير اللي سلمناها وغير اللي أنا مصورتهاش، دي كانت أول حاجة خالص. دي كانت خريطة العالم عادي كنت بلونها وما كنتش لسه رسمتها كلها. هنا كنت بذاكر مادة علم الخرايط. مش عايزة اقول لكم ان المادة ديت اصعب من المواد بجد، بس الدكتور بتاعها من اسهل الدكاترة بالنسبة لي. هو باين ان هو صعب بس كده انا شايفاه سهل. هو دكتور عسل بجد. هنا كنت بعمل توست نوتيلا، وكنت برطمان النوتيلا كنت اول مرة اعمل منه سندوتش واخر مرة اعمل منه سندوتش. اتخانقت انا واحمد اخويا عليه ومن بعدها بقى ما كملتوش يعني. بصراحة كان سندوتش جامد. على فكرة ده كان توست غامق، مش عارفة هو بيبقى معمول بايه صراحة. المهم يعني ان هو كان طعمه حلو وعجبني جدا، حتى انا عمالة اعمل لكم كده في الفيديو وعمالة اشاور لكم حاجات ياما كده. المهم ان انا لما باكل التوست نوتيلا كنت واكلاه لوحده، ما كنتش شارباه مع القهوة. القهوة عملتها في الاول عشان كنت مصدعة جدا، وده في الاخر. عايزة اقول لكم بقى كتاب جلسات نفسية من اجمل الكتب القريبة ليا. كفاية دكتور محمد إبراهيم والكلام كويس اللي هو بيكتبه، وبجد أنصحكم بيه. هو ما بيضرش النفسية ولا حاجة يا جماعة. وده فصل قوة الإرادة من أجمل الفصول اللي بحب أقراها وبعيدها كل شوية. يا جماعة بجد بيهيئ النفسية، وإن انتوا تقروه كده حاجة كويسة، بيغير الشخصية حتى لو انتي مأذية من جواكي وكده. ودي علبة الألوان بابا حبيبي كان جايبها لي بجد. بعتها لي، طلبت منه 24 لون أو 12 لون، بعت لي 36. بجد بدعي لك يا حبيبي من قلبي، بجد ربنا يخليك ليا. وبس كده بقى خلصت الفيديو ده. كان روتين ليا في الجامعة. استنوني الترم التاني هعمل لكم نفس الروتين. متنسوش تعملوا لايك واشتراك وتشيروا الفيديو، وباي.